وكان بعض العلماء يقول صلاح أمر العبد كله موقوف على هذه الصلاة. فإذا أرادت عيناك أن ترى عبدا يحبه الله وأحب الله بصدق ورضي عن الله ورضي الله عنه بصدق، رضي عن الله بصدق ورضي الله عنه وأرضاه بحق، فانظر إلى من أقام الصلاة كما أمر الله. لن تجد أحدا يوفق في هذه الصلاة فيؤديها كما أمره الله إلا فتحت له أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة، ويفلح وينجح وجميع مصالحه الظاهرة والباطنة في أمر دينه ودنياه، بل ليس مع نفسه بل حتى مع الناس، حتى رزقه الذي يرزق موقوف على هذه الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. حتى عصمة عن الفواحش وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الهوى والردى إلى مسالك أهل الرضا، وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا. أمرها عظيم، ولذلك ترى العبد الصادق في هدايته واستقامته منذ أن يدخل عليه فرض وقت الفريضة لا يعرف إلا حق الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرفه وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه نصوص موجودة صحيحة صريحة، فهي أول الأمر بعد الشهادتين، وهي العمود الذي يقوم عليه دين الإنسان. فإذا كان الإنسان يعظم أمر هذه الصلاة، وكان السلف الصالح يضربون المثل في ذلك، فإذا حضرت الصلاة بمعنى دخل وقتها، فليس للموفق السعيد إلا أن يؤدي حق الله. ذكروا عن إمام أنه مكث أكثر من 20 وقال 30 سنة في حمص يصلي بأهلها لم يسه في صلاة واحدة، فقالوا له صليت بنا هذا العمر كله ولم تسه في صلاة؟ فقال والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فهي حق عظيم، والناس يوعظون ويذكرون فتطأطأ الرؤوس، ولكن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. ولذلك تجد الشيطان قعد للإنسان بالرصد في هذا الحق العظيم، ما تجد تشويشا ولا أذية ولا إلهاء ولا وسوسة مثل إذا حضرت الصلاة، لأنه يجند نفسه بكل ما يستطيع، لأنه يعلم أنه إذا استقام أمر هذه العبادة أن العبد يستقيم له أمر الدنيا والآخرة. صلاة صلة بين العبد وربه، صلاة مفتاح الخير والبركة، وقد يسجد العبد فيها سجدة فيرفع منها كيوم ولدته أمه، وقد يقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا إلى ربه، فيكتب الله له بهذا الموقف سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نعمة عظيمة، حتى إن العبد يسكب الماء على جوارحه فتتحات الذنوب. أرأيتم لو أن نهرا جاريا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا مثل الصلوات ال5 وما يمحو الله بها من الخطايا. أما إذا قرب وضوءه فأسبغ الوضوء خرجت كل خطيئة، فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أي هذه الكرامات؟ لأنه سيقف بين يدي الله، ولأنه يريد أن يؤدي حق الله. كتبهن الله في اليوم والليلة لسعادة العبد، كتبهن الله في اليوم والليلة لرحمة العبد، كتبهن الله في اليوم والليلة وهو أغنى ما يكون عنا. نحن أحقر من أن نقف بين يدي الله، ولكن الله تكرم وتفضل أن يجعل العبد بين يديه يقول الله أكبر فيناجي ربه. فهذه الصلوات أمرها عظيم، ولذلك ينبغي للإنسان كل يوم بل في كل لحظة أن لا يتساهل مع نفسه في هذا الحق العظيم، فهي سعادة الدنيا والآخرة. الصلاة نور، وجعلها الله عز وجل نورا للعبد في دنياه ونورا للعبد في قبره حينما يظلم عليه القبر، وهو أحوج ما يكون. ومن فزائع القبور وقوارعها وشدائدها ظلمة القبر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينور قبورنا وقبوركم وقبور والدينا والمسلمين أجمعين. فهذه القبور قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قصة المرأة السوداء إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وهذه الظلمة ما تفرج إلا بفضل الله ثم بالصلاة.